يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا. يا ريت تعرفوا كده من اول الفيديو انا بحمر ايه، كفته ايه. يلا نبدا ونشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى، ده سمك مكرونه. سمك المكرونه من الانواع الرفيعه جدا. زي ما انتم شايفين حجم السمكيه صغير جدا كده. هو سهل جدا في تنظيفه على قد ما هو رفيع كده. بس سهل في تنظيفه، يعني بتكسر الرقبة وتروح سحبة كده لتحت. بتطلع لك الراس السمكة بالأحشاء بتاعتها اللي في بطنها يعني. وبعد كده غسلته غسلة كويسة. أنا كنت مفرزاهم. الحبة دول كانوا في الفريزر فمتجمدين شوية يعني. في الوصفة دي افرموا السمك وهو متجمد شوية، يعني بلاش تسيبوه لما يفك خالص. بيتفرم سهل جدا. وعايزه اقول لكم ان هو بالمكنه بتحوش في بطنها العظم، او لو في حته شوكه كبيره شويه ولا حاجه بتستنى مش بتنزل. وبعدين انا حاطه هنا في الوش، حاطه الوش اللي هو فتحاته ضيقه جدا، علشان يحوش اي حاجه كبيره، فما بينزليش كان غير اللحمه بس. فاهمين؟ وصفة جميلة جدا وإن شاء الله تتبسطوا بيها. معايا هنا بقى 3 معالق برغل و3 معالق رز منقوعين ومغسولين. ودي ربطة شبت مغسولة جدا، واخدة منها الورق بس. رابطة بحالها بس، واخدة الورق، العيدان اللي فيها ورق بس، يعني الجزء اللي فيه الورق زي ما انتم شايفين كده. أي عيدان كنت بشيلها. ومعايا ايه تاني بقى؟ معايا كيس بهارات تتبيلة السمك الجاهز ده اهو بتاع الشركات. ومعايا توم في البرطمان ده، كان توم وكمون وكزبرة ناشفة. انا بكون عاملة كمية وشايلهم في الفريزر، اللي هي الخلطة اللي احنا بنعملها للسمك. بس ما فيهاش لا ليمون ولا خل، يعني كانت عبارة عن توم وكمون وكزبرة ناشفة وشوية ملح. ده كمون، هاخد شوية من الكمون. حطيتهم على السمك اللي انا فرمتهم كده وش واحد بس، اللي لسه هديهم تاني. وهحط من الخلطة اللي انا عاملاها، اللي هي توم وكمون وكزبرة وملح. هاخد منها حوالي معلقة كبيرة. دي نص وخدت نص تاني، عشان ماسكة التليفون بإيد ويعني وشغالة بإيد واحدة. هاخد بقى الكمون، الخلطة دي خدت نص معلقة في نص معلقة وكمون. والكيس البهارات، وهنحط برضو الشبت. شبت بس، ما رضيتش احط اي نوع تاني لان الشبت بيليق مع السمك اكتر حاجة. الوصفة دي انا اول مرة اعملها، وبعملها بصراحة وانا يعني ما بين البنين، حاسة ان ممكن تترمي وممكن تتاكل. بس بجد طلعت حلوة جدا جدا. يعني كنت متوقعة ان الفرم ان شاء الله هيطلع كويس. ان انا فرمت قبل كده حاجات، يعني مثلا لو صدور فراخ فيها حتة قرقوشة ولا حاجة، كنت بلاقي القرقوشة بتاعت صدر الفرخة بلاقيها موجودة جوه بطن المكنة كده، مش بتنزل مع الفراخ اللي بتتفرم. خلاص، ان انا بحط بقى ملح، بظبط يعني التتبيلة بتاعتنا تظبط الملح، وهديهم وش تاني كده. هقلبهم. احط دول 3 معالق برغل و3 معالق رز منقوعين ومغسولين، منقوعين بتاع ربع ساعة كده. هنا برضو انا حسيت ان ممكن تكون التتبيل يعني بتاع ده كفتة السمك اللي انا بعملها دي هتفك. فحطيت 3 معالق من الدقيق وقلبتهم بقى كل الكمية. 3 لا، معلقتين كبار هرميين، معلقتين 2 كبار مليانين، عشان يسحبوا لو في اي سوائل في العجينة بتاعت الكفتة. معلقتين الدقيق يسحبوا اي سوائل موجودة. هنقلبهم بقى واديتهم وش اهو كده. انا قلبتهم واديتهم وش. معلش طبعا ما بصورش لحظة الفرم، عشان زي ما قلت لكم كنت بصور بايد وشغالة بايد. اللي حطيت هنا هرسة شطة حتة، وهديهم وش تالت، يعني دي تالت مرة افرمهم. هقلبهم برضو كويس واديهم وش تاني كده. خلاص، ده كانوا خدوا تالت مرة. دي كده تالت مرة بعد ما حطيت هرسة الشطة. يعني أول مرة السمك لوحده، تاني مرة بالخضرة والتوابل، تالت مرة بعد ما حطيت هرسة الشطة، عشان أتأكد إن كل حاجة ايه اتفرمت كويس ونعمت. خلاص، هنا أنا فرمت صبعت شوية طبق اهو زي ما انتوا شايفين. صبعت طبق وحطيت شوية زيت في الطاسة، وقلت نجرب قبل ما أكمل كل الكمية تحمير. قلت يعني طبعا أنا بقول زي ما قلت لكم أنا أول مرة أعملها،
وبعملها من غير مقادير من غير اي حاجة، فقلت لحسن تفك مني اعرف اظبطها قبل ما اكمل باقي الكمية. فلقيتها ما فكتش وكانت حلوة زي الفل. فحمرت اول طبق اللي انا صبعته ده، حمرته خلصته تحمير، وباقي الكمية صبعتها برضو وبس دحرجتها في شوية من الدقيق. حسيت ان ايه لما تتدحرج في دقيق هي الشكل هيكون احلى واظرف. فكده انا بحمر اهو الرصة الاولانية الطبق الاولاني. المهم عرفتوا بقى السمك انا عملته ازاي. السمك مكرونة متنضف كويس جدا وكان في الفريزر قبل ما يفك من التلج. فرمته، وبعد ما فرمته لوحده حطيت التوابل والخضرة اللي احنا عايزينها، وبعد كده حطيت حتة هريسة شطة. كان ممكن احطها من الاول، انا كنت هنساها فادت طعم شوية، حتة صغيرة وطبعا حسب الرغبة. المهم ان انا فرمتهم 3 مرات، يعني اول مرة السمك لوحده، وتاني مرة بالخضرة، تالت مرة اللي هي بعد ما حطيت هريسة الشطة. طبعا ممكن تحط هريسة الشطة من البداية وتفرمي عادي، او قرن فلفل اخضر الموجود عندك. لو عايزة تستغنى عن فكرة الشطة دي ممكن. هنا حمرت اول رصة اهو، ركنتهم على جنب، وحطيت شوية تاني في الجنب التاني، لان كنت بحط قليل اول مرة، كنت خايفة تسيح او تفك ولا تفرش، ولا لقيتها زي الفل وكانت طالعة هشة ومش مكتومة. دي تاني رصة اهي في الطبق، اخر شوية يعني في الطبق. هكملهم تحمير، وبعد كده هنروح نشوف باقي الكمية اللي انا ما صبعتهاش، هنروح بقى نصبعها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. طبعا وانت بتحمري طبعا شامين ريحة سمك. ده سمك مكرونة، سمك مكرونة بلدي معروفة بيكون طعمها حلو، وريحتها وقت التحمير بتكون حلوة جدا. هي الفكرة جاتني لان السمك المكرونة انا كنت جايبة مثلا وجبتين. في اول وجبة لقيت الولاد زمزقوا منها شوية عشان صغيرة، فقلت بقى الباقيين اللي في الفريزر هعمل فيهم ايه، هفرمهم وهم ونصيبهم، يا طلعت حلوة يا وحشة زي ما يكونوا، وهصورهم كفكرة جديدة اوريها لكم. ففرمتهم وعملناهم كفتة، بجد طلعت حلوة جدا جدا. هنا انا بدحرج الكفتة زي ما بنعمل في السمك، احنا بنعفره بدقيق قبل ما نحمره. فقلت دي بقى كفتة سمك، فانا هعفر الكفتة بتاعتها بشوية دقيق، نقفل المسام بتاعتها والشكل هيكون احلى واظرف كتجربة يعني برضو. فعملت طبق كده وطبق كده، والاتنين بجد طلعوا حلوين، فالطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها. يعني تفرموا السمك برضو بالوش بتاع المكنة يكون اللي هو فتحاته رفيعة، فاهمين؟ عشان والمكنة زي ما قلت لكم بتحجز العظم بتاع السمك او اي حاجة، رغم ان اللي هو السمك الصغير ده العظم بتاعه بيكون عامل زي القرقوشة كده بيتفرم برضو يعني، بس هو هنا لقيت في بطن المكنة حاجات بسيطة. خلاص اديني بحمر في الحبة اللي انا عفرتهم بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين، طلعوا حلوين، والشكل بتاعهم بصراحة كان احلى شوية. الطعم طبعا مفيش فرق بينهم، الطعم كان واحد، لان الكفتة واحدة، هي مجرد الفرق تعفيرة الدقيق اللي من بره دي بس. شايفين لونها طالع حلو ازاي؟ والريحة طبعا ريحة سمك، والطعم طعم سمك. آه، كملنا بقى كل الكمية. وتعملي بقى تقدري تقدموا معاها سلطات، تقدري تقدمي معاها رز، رز الصيادية او اللي هو الرز بالبصل، الرز الاحمر ده. او شوية مكرونة مسلوقة، يعني زي ما تاكلوها بعيش ومعاها سلطات في اي حاجة هتبقى حلوة جدا. بصوا شكل السمك طالع حلو ازاي. كده انا كنت خلصت الطبق اللي ورا دوت اللي هو الاولاني، ودول اللي هم اتعفروا من الدقيق اللي هم اللي من قدام. ودي كل الكمية اللي انا عملتها من دول، كانوا حوالي كيلو من السمك المكرونة. عملوا زي ما انتم شايفين كمية حلوة جدا، مغذية وحلوة، والعيال هياكلوها من غير ما يكونوا متضايقين.
حلو جدا جدا. تقدروا تعملوه كمان تشكلوها شبه الهمبرجر، يعني ينفع تشكلوا في عجينة الكفتة دي بأي تشكيل انتوا حابينه. وده سلطة الطحينة كانت عندنا، حبيت ادوقها اوريها لكم، لقيت طعمها حلو جدا بجد، طعمها حلو قوي بالطحينة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. تظبطوا بقى التوابل زي ما بتحبوها، تحطوا بهارات سمك، اي حاجة، اي طعم انتوا حاسين هيديها طعم. الطعم ده في ايديكم، السمك هو هو انما الطعم في ايديكم. جميلة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم، هشة ومش مكتومة خالص خالص. تقدروا ترشوا عليها بتاع ده صلصة، ينفع يتحط عليه شوية صلصة وقت التقديم، هتبقى حلوة جدا. يعني تلعبوا فيها زي ما انتوا حابين. انا حبيت اوريكم فكرة السمك الصغير ده ينفع نفرمه ونعمله كفتة بدل ما بيغلبنا. بس كده، وباي باي.